يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف من الإمارات بنت مصر السيدة النائبة غادة عجمي، النائبة عن المصريين المغتربين خارج مصر. مساء الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وانتم طيبة بمناسبة انتصارات أكتوبر. كل سنة ومصر كلها بخير، وأهلا وسهلا بحضراتكم بالبرنامج الجميل الراقي، وألف سلام وتحية من الإمارات لمصر. يا فندم، يعني المؤتمر حضرتك اللي عملتيه وده مش غريب عليكي، وحضرتك دايما بتبقى يعني سباقة بمثل هذه المؤتمرات، واي حاجة بتبقى في حب مصر بنلقى حضرتك قاسم مشترك في التواجد في داخل هذه المنتديات. فيعني كلمينا حضرتك عن المؤتمر في البداية. اولا وبشكر دعمها الدائم سابقا وحاليا ومستقبلا في دعم اي مشروع او اي ايفنت او اي حاجة تخص مصر. انا لهم كل الشكر والتقدير. وطبعا انا عملت مؤتمر كبير في قيمة وقامة من الجالية المصرية اللي دايما مشرفانا واللي دايما بيشاركوا معانا في كل المناسبات اللي بتخص مصر. هذا المؤتمر له كان شقين هامين جدا. اولا بنشكر دولة الامارات العربية المتحدة على مساندتها الدائمة لمصر، وذكرنا تفاصيل كثيرة جدا. ثانيا ذكرنا الفترة السابقة اللي مرت على مصر والإنجازات الذي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي يعني من كترها ما بقيناش قادرين نعدها. يعني واتكلمنا معاهم من القلب إلى القلب، اتكلمنا وشرحنا وقلنا الناس بتتكلم عن الكباري، بتتكلم عن الصحة، بتتكلم عن التعليم، بتتكلم احنا الحمد لله العدد مئات بل الالوف من المشاريع التي قام بها وانجزها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الفترة العصيبة الحرجة البسيطة بالتوقيت وبالامكانيات اللي موجودة، نفخر بها جميعا على مستوى العالم كله. لم تستطع أي دولة في العالم أن يتم هذه عدد من الإنجازات بهذه القوة وبهذه الخطوات الثابتة. بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بما قام به وما يقوم به وما سيقوم به. وقد إيه إحنا شرحنا إن فخامة الرئيس عايز ينجح ويخلي بلده قد الدنيا، وواجبنا احنا كمصريين الالتفاف حول القيادة الرشيدة وحول مؤسسات دولتنا في هذا الوقت الحرج واللي على مرأى ومسمع الجميع. وان احنا فعلا لازم نكون ايد واحدة في هذه المرحلة، نكون ايجابيين في كل خطواتنا، ننزل ونشارك في انتخابات نريد بيها الأمن والأمان، نريد بيها الاستقرار، نريد بيها الحكمة في التصرف والخبرة والحنكة في خبرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكرنا الأمور دي بتفاصيل كبيرة جدا. والأغاني الوطنية كانت حافز جميل جدا جدا جدا، داعم لكل كلمة احنا بنقولها. وقد ايه الكل ان شاء الله باذن الله متكاتفين، وده دور المصريين في الخارج، وده الوطنيه والقلب اللي بيملأوا حب البلد اللي بيظهر في وقت الشده في هذا المؤتمر. وباذن الله ان شاء الله هذه الفتره القادمه انتظر من الجاليات كلها التكاتف والمشاركه البناءه. واشيد بمعالي الوزيره سهى، بحقيقة أنا يعني أشيد بتحركاتها الإيجابية ونشاطها الدائم والاستماع دائما في كل خطوات إحنا بنخطوها، في الوقت اللي إحنا فيه بنعمل مبادرات ناجحة، في الوقت اللي إحنا بنستمع إلى الجالية المصرية، في الوقت اللي إحنا بنحاول ندخل ونتداخل في أي مشكلة ممكن تعوق المصري في الخارج. وبالتالي دور المصري في الخارج في هذه الفترة الحرجة الحساسة جدا لابد من التعبير
تعبير عن تكاتفنا وحبنا لبلدنا. انا قدامي دلوقتي يا فندم فيديو تنظيم للمؤتمر اللي حضرتك عملتيه في الامارات لدعم السيد وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بصراحة احييك على هذا التنظيم الرائع جدا، يعني بصراحة حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة لمصر والمصريين في الامارات حقيقة يعني. هو دايما الامارات سباقة بكل الدعم اللي انا بلاقيه بصراحه، يعني بكل دعم ودعم وبقوه، وما بيأثروش معانا، وده مش هيكون اخر مؤتمر، وباذن الله عندي عده مؤتمرات على مستوى العالم في خلال الايام القادمه القليله. هنجتمع بالمصريين بالجاليات المصريه، وانا موجوده معاهم في كل الجروبات، بنتكلم وبنتشاور، والاختلاف في اي وجهه نظر ما بيفسدش في الامر، ما بيفسدش القضيه اي امور في القضيه، وبيحصل فيها مناقشات ايجابيه. البعض بيظن ان هي سلبيه، ولكن بالعكس، احنا بنشتغل كل واحد جندي على سلاحه، السلطه التنفيذيه بسلاحها، النواب بأسلحتهم، المصريين في الخارج كل واحد متحمل المسؤولية، وبينتظر بشغف استقرار مصر والرأي السديد اللي احنا منتظرينه بإذن الله بقيادة عظيمة. وإن شاء الله بإذن الله ده مش هيكون آخر مؤتمر، ولكني لي الفخر إن أقول إن أول مؤتمر يعني يظهر بهذه الصورة المشرفة القوية. وبشكر كل من شارك في هذا المؤتمر القوي الجميل، ولهم كل التحية والتقدير. هم دول المصريين في الخارج، هم دول اللي بيحبوا بلدهم، هم دول الوطنيين، هم دول على قلب رجل واحد وكلمة واحدة: تحيا مصر. يا فندم، يعني أنا يعني بشكر حضرتك وبحييك على مجهودك الكبير جدا بالنيابة عن المصريين المغتربين خارج مصر، ودي مش أول مرة ولا آخر مرة لاحتضانك للمصريين في كل مكان من الوطن العربي، وهذا التنظيم اللي أكثر من رائع، تنظيم جيد جدا. فيعني حبك وعشقك لمصر باين في كلمات حضرتك، وده مش غريب عليك يا سيادة النائبة. يا فندم ده دورنا. تملي بقول وهفضل اقول: انا بشتغل وطنيه، انا بشتغل مواطنه مصريه مخلصه لبلدي ومخلصه لشعبي ومخلصه لرئيسي، على ايمان كامل بخطواته الثابته. ربنا يحميه وربنا يحرسه، وكلنا على كلمه واحده: تحيا مصر، وبقلب مفتوح وبقلب فعلا حب بلدهم، وباذن الله متكاتفين. ولازم العالم كله يستمع الى هذه الرساله. الملايين في وقت الشدة هم ايد واحدة. رب العالمين يحرس مصر بإذن الله، وكلنا ايد واحدة. وقت الجد كلنا شخص واحد، كلنا وراء أجهزة دولتنا، كلنا وراء رئيسنا، وكلنا وراء بلدنا. شكرا يا فندم، شكرا لبنت مصر البارة السيدة النائبة غادة عجمي، وتحياتي وتقدير لشخصك الكريم والجميل. شكرا يا فندم، وتحيا مصر. ومن هذا المنبر الجميل اللي انا بحترمه جدا، ارجوكوا ننزل ونتفاعل مع الانتخابات القادمه. نحن في موقف حرج، في عنق الزجاجه فعلا زرعنا، وفخامه الرئيس زرع، والحظ باذن الله بتجمعنا جميعا كيد واحده وكلمه واحده: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا يا فندم، شكرا طبعا لسيادة النائبة السيدة غادة عجمي على هذا اللقاء. ودايما ده يعني معظم حقيقة النواب وهي على رأسهم السيدة غادة عجمي اللي بتعشق مصر عشق لا محدود، ومسافرة من القاهرة للإمارات عشان تنظم مثل هذا المؤتمر بهذه الفخامة وهذا التنظيم الرائع. لا يعني في ناس كتيرة جدا بتحب وتعشق هذا البلد، وإن شاء الله الانتخابات الرئاسية شعار هذا البرنامج فلنجعلها احتفالية، وأكيد احنا هنبقى موجودين معاكم داخل هذه الانتخابات إن شاء الله بإذن الله.